على بركة الله بنقول بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في كل وقت وحين. وصفتنا النهاردة هنعمل مع بعض فيها الشريك الأصلي بالمقادير الأصلية بتاعت زمان، مش الشريك المدلع بتاع اليومين دول. هتشوفوا الطريقة بتاعته معانا النهاردة، بس لو لأول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش اللايك والاشتراك أو سبسكرايب، وتشتركوا في القناة يعني، وتفعلوا زر الجرس عشان كل جديد إن شاء الله يوصلكم. هنعمل الشريك بتاعنا زي ما انتم شايفين، ما شاء الله اللهم بارك على جماله وشكله الحلو. حاجة كده ما بين القرص وما بين الحاجة الناشفة، فظيعة جدا. يلا بسم الله. أول حاجة معايا هنا معلقة من الخميرة، عليها معلقة من السكر، كمان ربع كوباية مية دافية. هضيف المية الدافية بتاعتي، لازم تكون دافية زي دمعة العين علشان ما تقتلش معايا الخميرة، لازم تكون دافية لا ساقعة ولا باردة. هندوبهم كويس جدا مع بعض ونركنهم 10 دقايق كده على جنب، وندخل نشوف باقي المقادير. ادي الخميرة اهي اللي احنا لسه عاملين لها اختبار من شوية. المقادير بقى بتاعت الشريك: كيس لبن بودرة، كوباية مية دافية، كوباية سكر، كوباية زيت، والخميرة طبعا معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ورشة ملح. والوش بقى عندي سكر، ده اللي هرشه على الوش في الاخر، سكر وسمسم ونسكافيه بلاك اللي هو قهوة سريعة الذوبان، عشان انا مش بحب البيض بصراحة في المعجنات، مهما احط لها فانيليا الزفارة وريحتها بتبان. تمام. وكمان معايا معلقة من الخل وكيلو من الدقيق. يبقى تمام كده. تاني: كيلو دقيق، كوباية مية دافية او كوباية لبن، انا ما عنديش لبن حليب فهحط اللبن البودرة مع المية. يبقى كوباية مية دافية وكيس لبن بودرة، كوباية سكر، كوباية زيت، معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، رشة ملح، وكيلو من الدقيق، ومعايا السكر والسمسم والنسكافيه بلاك عشان الوش. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة هنعملها، طبعا احنا كده عملنا لها اختبار عفوا، عملنا لها اختبار، وده شكلها طبعا الحجم تضاعف ازاي، احنا كنا عاملينها مع بعض لحد هنا. يلا بسم الله. في العجان، لو ما عندكيش عجان تعملي عادي زي ما كنا بنعمل قبل كده. حطيت كده الميه الدافيه، واحط السكر، هدوبهم الاول مع بعض، اديتهم تقليبه كده بالمعلقه. دلوقتي هضيف لهم الخميره، وهضيف لهم كمان المعلقه الصغيره من البيكنج باودر، لو مش حابه تضيفيه مش مشكله. دلوقتي كمان كيس اللبن البودره. هقلب كل ده مع بعض كويس جدا، ودلوقتي هنزل بالخميره والسكر اللي احنا لسه عاملينهم مع بعض، اللي هم اختبرناهم سوا. كل دول هدوبهم كده الاول، وكمان هنزل بشويه السمسم، حوالي معلقه كبيره من السمسم، وكوبايه الزيت دي هحط نصها وهسيب نصها في الاخر. دلوقتي هضيف الدقيق بتاعي، ده كيلو من الدقيق، نخلته كويس جدا. هبدأ اضيفه بقى وهعجن بالراحة كده الاول. هشغل العجان بتاعي دقيقتين كده على سرعة هادية، وبعدين اعلي السرعة بتاعتي. طبعا اللي مش متوفر عنده العجان هتعجني بايدك الطريقة المعتادة بتاعتنا، زي ما انا عملت قبل كده معاكم في الفيديوهات اللي قبل كده في القرص. شايفين بقى العجينة بقى، وانت بتعجني بايدك تفضلي تفدغي فيها زي ما انا بعمل كده، مش تلتي، لا تفدغي فيها، تفتحي فيها عشان ما تشدش معاكي، وتعرفي تشكلي الاشكال اللي انت عايزاها. خلاص كده. انا برضو لازم اديها خبطتين بايدي كده، وبعدين هسيبها 10 دقايق، لا انا هسيبها حوالي نص ساعة كده. هغطيها كويس وهسيبها لحد ما تخمر، وفي الوقت دوت عندي الصواني والسجان بتوعي هدهنهم بالزيت كويس جدا. ادي العجينة بتاعتي بعد ما خمرت ما شاء الله تضاعف حجمها. طبعا على حسب المكان اللي عندك، ممكن تاخد معاكي نص ساعة، ممكن تاخد ساعة، ممكن تاخد اقل، على حسب المكان. لو كان دافي هتخمر معاكي بسرعة. بعد ما خمرت شايفين ما شاء الله العجينة بتاعتي مرتاحة. بعمل بيها بصبعها طويلة اوي كده زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت، عشان اجهز اشوف اعمل الاشكال منها ازاي. فبروح عاملة العجينة صوابع طويلة، وببدأ اخد بقى، ده اول شكل معايا، بلف حوالين نفسه بالشكل ده. في الصينية بتاعتي المدهونة بالزيت ببدأ ارصهم كده بالشكل ده، وهعمل واحدة كمان دي على شكل ضفيرة، بحط واحدة في النص والتانية على التالتة، وهكذا زي ما انتوا شايفين كده. برضو هحطها في الصينية جنب التانية، بس طبعا بسيب مسافة بين كل واحدة والتانية، بعمل حساب ان هي لسه هتخمر تاني وحجمها هيرتفع. ده الشكل دوت بلفها كده، وبعدين بدخلها في الفتحة دي
يا رب يكون بس الشكل واضح. انا ما خدتش بالي ان الكاميرا لورا. هفكها لكم تاني وبدخلها كده. شايفين شكلها حلو قوي، ولسه لما بتخمر بتبقى بتتنفخ كده، بيبقى شكلها احلى واحلى. دلوقتي هعمل معاكم الشكل الاصلي للشريك، الشكل الاصلي بتاع زمان للشريك، يعني الضفاير والحاجات اللي اللف دي دي اساسها اصلا وصفة البريوش. فاحنا العجينة بتبقى قريبة شوية من البريوش، فبندلع الشريك بتاعنا شوية. المقادير اللي انا عاملاها لكم دي المقادير الاساسية بتاعه زمان، بتاعه جدودنا، اللي هي الوصفة الاصلية. وده نفس الشكل برضو بتاع زمان، باختلاف انه كانوا بيعملوه طويل شوية، زي ما انتوا شفتوا كده 3 صوابع وبيلزقوهم من فوق ومن تحت. شايفين ما شاء الله العجينة معايا مرتاحة وبتمط حلوة ازاي. هعمل كمان بقى ضفيرة طويلة وهلفها زي الكحكة كده، بتبقى شكلها ظريف قوي. زي ما قلت لكم يا جماعة، دي المقادير الأصلية بتاعة الشريك بتاع زمان، واخواتنا الصعايدة اكيد لسه بيعملوا بنفس المقادير دي، لان المقادير بتاعت اليومين دول اللي هي يعني الشريك انت ممكن كمان تعمليه من عجينة ال10 دقايق، ممكن تعمليها من عجينة البيتزا بس تسكريها شوية. دي الكحكة اللي هي بالضفيرة بتبقى شكلها حلو قوي، زي الضفاير بتاعت جدودنا زمان لما بيعملوا شعرهم كده ضفيرة وبعدين يلفوا كحكة، بتبقى الشكل الجميل ده. بعد ما خلصت كل الكميه اللي معايا بالشكل ده، وانت شايفان طبعا انا حاطه كل واحده بعيده عن التانية، عامله حساب ان هي لسه هتخمر وتعلى فما تلزقش في اللي جنبها. وسبتهم حوالي نص ساعه لحد ما ارتفع حجمهم. في الوقت دوت معايا هنا حوالي يعني 3-4 معالق ميه مغليه، عليهم كيس النسكافيه البلاك، وبدوبهم كده بالشكل ده. ودي الطبقه اللي انا هدهن بيها الشريك بتاعي، لانه انا ما بحبش البيض. هي برضو الاساس بتاعها انك تضربي بيضة كده بشوية سكر وشوية فانيليا وتدهني وش الشريك. بس بصراحة لما بيتعرض للهواء ريحة الزفارة بتبقى واضحة جدا، وبالتالي ما بتطيقيش تاكليه. ده هيديكي نفس النتيجة ونفس اللون مع اختلاف في الريحة بتبقى حلوة قوي. هدهنه كويس جدا بالشكل دون. طبعا قلت لك لازم الصينيه تبقى مدهونه زيت كويس عشان الشريك بتاعك ما يلزقش. وحافظ كويس قوي وانا برش السكر. دلوقتي انا برش السمسم اهو، وانا برش السكر يعني على قدر المستطاع السكر ما يقعش منك في الصينيه، عشان ما يتكرملش ويتحرق ويلزق منك ويضايقك في التنظيف طبعا. وكمان برش شويه سكر كده على الوش. والافضل انك ترش السكر بعد ما تدهني النسكافيه عشان يلزق هو قبل السمسم. دلوقتي هسيبهم بقى يرتاحوا كده على جنب حوالي نص ساعة، او على حسب ما هتلاقي العجينة بتاعتك خمرت وارتفعت. بتدخل الفرن على درجة حرارة 200. الفرن يكون مسخن مسبقا ويكون حامي جدا. بيدخل يقعد حوالي، انا مش عارفة، ممكن على حسب الفرن بتاعك برضه. انا قاعد معايا هنا حوالي تلت ساعة على درجة حرارة 180 عشان يستوي من جوه ومن بره ويديك النتيجة الحلوة دي. شايفين الشريك بتاعنا عامل ازاي؟ لا هو طري قوي ولا ناشف، حاجه كده في النص. ما شاء الله شكله من جوه تحفه. الطعم عايز اقول لكم ما شاء الله اللهم بارك حلو جدا جدا. الشريكه بتاعتي مش زي القرص الفين وكده، ولا هي زي القرص الناشفه. هي حاجه في النص حلوه جدا، تسقسقي بيها تاكليها كده بكوبايه شاي بكوبايه لبن، جميله جدا. جربيها بالطريقه دي بالوصفه دي وان شاء الله باذن الله هتعجبك قوي. بس ما تنسيش لو لأول مرة تشوفوا القناة تدعمينا بلايك واشتراك أو سبسكرايب، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. طبعا لو لقيتي القعر بتاع الشريك أو كف شريك من تحت احمر ولسه الوش، خلاص هو كده بيبقى استوى احمر زي ما انتوا شفتوا كده. بروح طافية من تحت وإيدي الشواية 3-4 دقايق بيحمر وبيديني المنظر الجميل ده. فورا بخرجه وبغطيه عشان يهدى وفي نفس الوقت ما ينشفش. بغطيه كده دقيقتين كده وبعدين ابدا احتفظ بيه في اكياس في التلاجة، واطلع في الفريزر، واطلع منه على حسب ما انا هخلص الكميه بتاعتي او هاكلها. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم. السلام عليكم.